السلام عليكم. النهارده بقى يلا بينا نعمل مع بعض شوية مربى فراولة. بما إن الفراولة كتير أوي وده موسمها، كتيرة أوي في السوق ورخيصة وحلوة أوي، فهنعمل النهارده مربى الفراولة. هاجيب دول 3 كيلو فراولة معايا، هاجيبها طبعًا هتنقّيها فريش وحلوة كده وطازة. هتغسليها كويس أوي عشان بيبقى فيها رمل، وهتمسكيها بقى تقطّعيها كده العروش الخضرا بتاعتها دي هنشيلها. وبعد كده هاقطّعها قطع صغيّرة، القطع زي ما أنتِ عايزة، يعني كبيرة، صغيّرة، على حسب ما بتحبّي شكل الفراولة بتاعتِك. هنا ال3 كيلو أنا حطيت لهم كيلو سُكّر. هي المفروض على كل كيلو بنحط حوالي نُص كيلو سُكّر، بس بتبقى معسّلة أوي. فأنا ما باحبش سُكّرها كتير، لو حابة تزوّدي شوية كمان ما فيش مشكلة. هانقعها في السُكّر بتاعها كده من بالليل لحد الصبح. شُفتِ كده بعد ما نقعتها مدّياني الشكل الجميل ده كده، نازل كل المَيّة بتاعتها نزلت فيها مع السُكّر. هاحطها بقى في حلة وأحطها على النار. أهم حاجة بقى وإحنا بنسوي الفراولة، أول ما تغلي معايا كده بالشكل ده، هابدأ أهدّي النار عليها، وأشيل بقى أي ريم بيطلع منها، ده لازم نشيله، لإن لو سِبته فيها ده كده مش هيخلّي المربى تعيش معايا. وبعدين لو سِبت النار عالية عليها هتفور مني على البوتاجاز، وغير كده ممكن تتلسع ويبقى طعمها مش حلو، تغمق. فأهم حاجة إن أنا هافضل قدّامها كده أقلّب فيها وأشيل أي ريم يطلع منها بالشكل ده كده. وأهدّي عليها النار أوي وأسيبها بقى إيه، تاخد مع نفسها شوية. بعد كده أنتِ لو عايزاها بقى كريمي هتطحنيها كده بالهرّاس كده أو بالهاند بلندر وتخلّيها كريمي خالص، لو عايزة فيها قطع هتسيبي فيها قطع شوية، دي حسب رغبتِك برضه. خلاص هي كده ما عادش بتطلّع معايا ريم خالص كده، وخلاص بقى شكلها بالطريقة دي، خدت حوالي ساعة على النار. هابدأ أحط لها بقى إيه، ليمونة، يعني ال3 كيلو دول أنا حطيت لهم ليمون، عصير ليمونة، لو عاملة أقل قلّلي الليمون شوية. هتاخد كمان غلوتين على النار كده لحد ما تبقبق معايا بالشكل ده، أعرف إن هي إيه، بدأت تستوي. هاختبرها بقى في طبق كده وأعمل صباعي كده علامة شريطة كده لسه شوية، لإن ما علّمتش في الطبق. هاسيبها برضه تغلي غلوتين تاني، وأجرّبها تاني، أجيب طبق وأجرّبها تاني فيه. آخد معلقة كده وأحطها في الطبق، وبصباعي كده أقسم الفراولة من النُص. خلاص كده علّمت صباعي علّم في الطبق، يبقى هي كده استوت الفراولة. خلاص بقى أسيبها تبرد خالص، وبعد كده أجهّز البطرمانات بتاعتي بقى، أكون غسلاها ومنشفاها كويس أوي، أهم حاجة ما يكونش فيها أي مَيّة خالص، وأعبيها بعد ما تبرد بالشكل ده. ال3 كيلو عملوا معايا هنا 4 بطرمانات من الكبيرة دي. شوفي بقى لو هتشتري البطرمان النهارده عامل كام، فطبعًا هتوفّر لِك كتير أوي وطعمها حلو ونضيفة بدون أي مواد حافظة ولا أي حاجة في البيت، وهتعجبِك أوي إن شاء الله لمّا تجرّبيها، ويا ريت تجرّبيها بقى وتقولي لي رأيِك فيها إيه. وتاكلوها بقى بالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد مع أكل هنية.